أصل جمل وكلمات متداولة الجزء التالت. أنا ندى وده ندى توكس. يلا نبدأ حكايتنا. لو مثلا سألت حد وقلت له هو أنا شكلي مظبوط؟ هيرد عليك ويقولك 100 فل و14. 100 فل و14 وليه مش و15؟ أصل الجملة عند قدماء المصريين. زي ما احنا عارفين جدران المعابد عند قدماء المصريين كانت عبارة عن شبكة معلومات، وشبكة المعلومات وصلت لنا عن طريق الرسومات. عشان يقدروا يرسموا على جدران المعابد كان كل جدار بيتقسم لشبكة مربعات عشان يقدروا يرسموا عليه الأشكال المختلفة، وعشان ينقلوا لنا حكاياتهم كانوا بيرسموا أشخاص. فجسم الإنسان كان بياخد منهم كام مربع؟ 19 مربع بالطول و6 مربعات بالعرض، وده عدد المربعات اللي بيرسموا عليه أي شكل بني آدم. ولو ضربنا 19 في 6 هيطلع لنا 114 مربع. يعني عدد 114 عند قدماء المصريين كان بيعبر عن رسمة الإنسان على الجدران في شكل كامل، وبالتالي ال 114 دي بدأوا يستخدموها كناية عن الروعة والكمال، وطبعا وصلت لنا. يعني لما تقول لحد بعد كده 100 فل و14 يعني انت بتقول له انت 100 100 100، وده سبب استخدامنا ل 114. مش خايف لحد يسمعك؟ يا عم طز، عيب، ما يصحش، دي كلمة وحشة. مين قالك إنها وحشة؟ طز يعني ملح. أيوة، ملح في اللغة التركية. لما كانت الدولة العثمانية في عزها ومجدها وكانت حاطة إيديها على معظم البلاد، كانت بتفرض ضرائب على جميع المنتجات والبضائع ما عدا الملح. ساعتها التجار لما كانوا بيبقوا معدين من البوابات ومعاهم ملح فكانوا بيشاوروا للجنود ويقولوا لهم طز يعني ملح. كانوا الجنود بيشاوروا لهم بإيديهم اللي هو عدوا، يعني مش هتقفوا لان الملح معلهوش ضرايب. بالتالي الطز ده ايه؟ هو شيء كان ليس له قيمه ولا يخضع للضريبه ايام الحكم العثماني، وبالتالي اتطور معنى الطز اللي هو الملح ويبقى رمز للامبالاه والاستهانه والسخريه. بقول لبنتي مش هتخلصي اكل، تقولي مش قادره خالص، مش قادره خالص مالس، مش قادره خالص مالس بالس. عايزه اقول لكم ان الخالص مالس بالس دي بترجع للدوله الفاطميه. سبحان الله، الواحد كل ما يدور في الحاجات الغريبة دي يستغرب أكتر. زمان لما الفاطميين كانوا موجودين في مصر كانوا بيفتحوا أبواب القاهرة مع ضوء الفجر علشان التجار اللي معاهم بضايع يعدوا ويدفعوا الضريبة، واللي كان بيدفع الضريبة من التجار كان بيحصل على صك خالص من الضرائب. ركزوا معايا، بيحصل على إيه؟ صك خالص من الضرائب. يعني إيه؟ يعني دفع وخلص. طيب في نوع من التجار كان بيبقى معاه بضايع بس معهوش فلوس يدفع الضريبة، فكانوا بيدوا الجنود اللي واقفين على بوابات القاهرة بلاص من المش أو العسل مكان النقود لدفع الضريبة. فالنوع ده من التجار كان بيطلق عليه إيه؟ بالص. تمام؟ يبقى بالص كانت بتطلق على اللي بيدفعوا الضريبة ببلاص عسل أو مش. كده احنا معانا واحد خالص واحد بالص، فاضل لنا المالص. كان في بقى نوع تالت من التجار كانت تجارتهم قليلة على قدهم، يدوب معاهم شوية بضايع حاطينها على حمار أو على جمل، فمعهمش حاجة يدوها للجنود، لا فلوس ولا بضائع. كانوا بيستنوا لما يكون في قافلة كبيرة معدية ويمشي التاجر وهو ماسك الحمار بتاعه جنبها كده على أساس إيه؟ الجنود مش هتشوفه. بس بقى اللي كان بيتقفش منهم كان الجنود بيمسكوه على طول وبيتعاقب على تملص من الضريبة ويطلق عليه مالص. من هنا بدأوا المصريين يستخدموا جملة خالص مالص بالص، وكانت بتشير لإبراء الذمة أو التأكيد على سداد كافة المستحقات. ندخل على اللي بعده. الست لما ولادها بيجننوها بتمشي في البيت تصوت وتقول يا خراشي منكو يا خراشي. كلمة غريبة قوي صح؟ لا مش غريبة، وكلنا بنقولها، وهي أصلا مش كلمة، ده اسم. لا ومش أي اسم، ده اسم الشيخ محمد الخراشي أول إمام لجامع الأزهر الشريف، وسمي بالاسم ده نسبة للقرية اللي كان جاي منها اللي هي أبو خراش بمحافظة البحيرة. والشيخ محمد الخراشي كان معروف بقوة كلمته ونصرته للحق، وعلشان كده كانت ناس كتير قوي بتلجأ له علشان ينصرهم وينجدهم من تعنت كبار الموظفين. ومن كتر ما هو محبوب والناس كانت بتعتمد عليه وصل الأمر إن كلمة يا خراشي اتحول من اسم لنداء استغاثة. استغاثة للشيخ محمد الخراشي علشان ينصر المظلومين ويجيب لهم حقهم. المصطلح ده لما تحول لاستغاثة ده كان أكبر دليل على قوة الأزهر الشريف وشيوخه. أنا جعانة قوي، ده أنا هاكل الطبق اللي قدامي ده حتتك بتتك. أنا عارفة إنها كلمة غريبة بس عادي الهيروغليفي يطلع منه أكتر من كده. بص بقى يا سيدي، في الهيروغليفية عظام يعني بات، ولحمة يعني حات. يبقى حتتك بتتك يعني إيه؟ التهم اللحم والعظم من شدة جوعه. إحنا ما بنقولش أي كلام، إحنا بنرجع لجذورنا. تعالى بقى أقول لك إن بتاع الكباب والكفتة بنقول عليه إيه؟ حاتي، جاية من حات. أنا كده خلصت خالص مالص بالص. أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.